إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنثر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا بالله أؤمن ووجهه أسلم له وبالإحسان زين أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم ألست فهدى سواه باها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عصاه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نذير جعلني الله خديم حضرتي وجاد لي جل بحفظ حرمتي دعا إلى الله على بصيرة بشرعة نقية منيرة دعاؤه قد كان في آدابي حسنة للجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأتقياء بالأدب وباء عنه الأشقياء بالعتب دام كتابه شفاء الأتقياء طرا كما دام شقاء الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خادم الحبيب هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبع ما المجتبى قد سنه وشرع هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ورجا فيه بإذن الله فاز ونجا هباته وافرة لا تنتهي لأن ملك ربه لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا رب بجاهه العظيم كوني له هنا وفي غد خديم وجهت وجهي اليوم للإله وقائدي له ابن عبد الله وثقت بالله وبالرسول وكوني العبد انتهاء أصولي وجهت وجهي للإله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاح وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من شمس ضحى صحوا ترى ومن العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف
وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جدلي بكوني عبدك زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقررا زينة ظاهري وباطني معا كوني خادما له متبعا زيدت في هجو الورى منصرفا قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به دنياي مع أخرايا ولتكفني بجاهه الرزايا حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل سبل حظي بالإرسال والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة حاز من الوهاب ما لم يرم لسبقه بأدب وكرم حباء ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح حل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم طاب فؤادي وقررت عينا لم على المدح رزقت عونا طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون ذي العرش البديع لي بجعل المصطفى لي شفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوب بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاق به وكوني حسن الأخلاق يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والقدمة إن شاء ربيا يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمدحه البشارة يا ليتني مرخت تحت قدمي خدي أو لحظني بكرمي يعوقني ذنبي حتى لم أرى ولم أرى المدينة المنورة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين ربي مزار المجتبى أفضل من ملء البلاد ذهبا يا رب زور البيت والمدينة زيارة عن الريا مصونة كسب يميني أبدا إحياء ما قد سنه صلى عليه الله ما كفاني المدح وذبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أدل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماحي السند للمصطفى الكريم في كل سنة علي أمداح ترى مستحسنة له علي دين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي مدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر لي جد بما يفوق ظني وظنون من أحسن بي الظنون بالأمين
محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه مديحه زادي إلى الجنان وجنتي عن جملة النيران من انتمى إلى جناب أحمد خير الورى نجا وفاز بالنضاء مرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رؤية من ساواه تعب مخجلا ولا يراه من جد في رؤية من ساواه تعب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلام بالقائد المنجي والاستقامة نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتداح المصطفى المنتقب نبهني القرآن في كون النجاة في أخذ ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعد ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحوله ورأيه نقف آدي به من التفات إلى سواك وبه زدني هبات صرفت للماح المداد والقلم وارتجي به رضا الكاف النقم صرفت للماح المداد والقلم وارتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمدحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود ونى الآباء عن مثله وونت النساء صفي باطن له وما ظهر فعبد المولى كما به أمر صراطه هو الصراط المستقيم صراط من لهم لدى الله النعيم صمد جدلي بجاه المصطفى حشري خلفه بدال الخلفاء عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في الحال عن عاش مطيعا ومطاعا ومدى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عون لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام عن يحفظ الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له نظامي فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فاز الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد لذا حين غدا عن غيرهم منتبذا فذكره بذكرهم قد قرنا فحوزنا السبق به تبينا فلتفني عمري في رضاك يا جليل وفي رضا الماحي وكل يا وكيل ضاع ثناء لم يكن مدح النبي ضاع ثناء لم يكن مدح النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يدم مدح النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم تأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضمت فضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جواره لصالحات به وقلبي نق من آفات قرت له مرتبة ليست ترى
لغيره ممن مضى ومن يرى قدمه المولى على البرايا فقادهم بالحق للمزايا قربه حبيبه تقريبا لم يوله قط له لبيبا قربه المولى إلى أن انتهى لسدرة التي إليها المنتهى قوته لم تك قوة البشر بذا أطاق حمل ما أعيا الفكر قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد قلب جوارحي وقلب قلبي بجاهه إليك دأبا ربي رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسولا أربا رضا الإله في امتداح المصطفى لأنه مدحه بعد استفاء رأى رسول الله من خوارق ما غاب عن سواه من خلائق رأى رسول الله من خوارق ما غاب عن سواه من خلائق رأى عجيبا لو جلى لجبل لصار دكا وغباء ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر رقى وخلف الأمين بعده لمن غدا رسوله وعبده رب بجاهه العظيم هبليا دنيا وأخرى ما يديم بشريا سفه من يقيسه بأحد من جملة السادات طول الأبد سها مشبه ابن عبد الله ببشر أو ملك والله سما إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدر سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إسرائه المعظم القلب والأذن صريف القلم سمع في إسرائه المعظم القلب والأذن صريف القلم سوق المدائح إلى الكريم محمد زادي إلى النعيم سقني إلى الإيمان والإسلام به وللإحسان ذي الإتمام ترتيب ما للبر من مناقب وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كله ما بلغا تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كله ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأولياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيه غدا إذ الوطيس أفزعا تزيين مدحه إلى حمام ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك اللان فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد رئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغمة ثبوته في مال ذي الجلال عما لنفسه على توالي ثبته في ذلك المقام إذ كله فني في السلام ثبته عن رؤية الأنام رؤية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبتي بجاهه مع دوام خدمتي خير ذخيرة لذي تعبدي مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته ترابا عليه يا ليته لحظني بفضله خدي جعلته ترابا عليه يا ليته لحظني بفضله
خبأت إنشائي له زر جزاء وأرتجي به غدا خير جزاء خبأت كون الله ربي والنبي محمد وسيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خيب عدايا وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خير من ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما زكي به عقلي وزد فهمي به واجعل نظامي فوز من عني به ظهر فوق الشمس كون طه في الخلق والخلق لا يباهى ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظماء من ترد عن حوض الكريم عطس صديان شرابه حميم ظهري لله التجا وبالرسول أكون ذا توسل نعم الوصول ظهر لي أن نجاتي غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب لاغفر به وارضى به عيوبي ظلمت نفسي ربي بالذنوب لاغفر به وارضى به عيوبي غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيب أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن التغزل بدمن لمدي خير مرسل غلبني نفسي منذ أزمني فداع جل عمري في ددني غوصي من الغرور والملاهي ومنقذي خير عباد الله غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك غبت عن الملوك والمملك وعن ذوي الإيداع للمملك غبت إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللغى واللعب غيب عزيمة فأبلي يا قريب دوام توبة نسوح بالحبيب شفاعة المختار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي شفاء قلبي وقلبي من نكال محمد صلى عليه ذو الجلال شفاء ما بي من الأغيار محمد صلى عليه الباري شفاء ما بي من الأغيار محمد صلى عليه الباري شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكور كن شاكر زائه النظام ولي بالمجتبى حسن الختام شكور كن شاكر زائه النظام ولي بالمجتبى حسن الختام مطلب المقر الأسنى في الإقرار والتوسل بالأسماء الحسنى قال عبيد الله أحمد المليم
المتعزز بعزة الرحيم. قال عبيد الله أحمد المليم المتعزز بعزة الرحيم. الحمد لله الذي قد ستر بفضله معائبي عن الورى حتى يظنوا أنني ذو دين وعظموا شأني كل حين مع أنني أقبه من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم. ثم السلامان بلا انتهاء على الكريم صاحب الحياء محمد ذي الخلق العظيم والآل والصحب ذوي التسليم. هذا وقصد اليوم حمد الله وشكره جل بلا تناهي. هو الإله الخالق الرحمن وهو الرحيم الملك الديان. هو السلام المؤمن القدوس هو المهيمن له النفوس. هو العزيز وهو الجبار والمتكبر هو الغفار والمبدئ المصور العليم البارئ القهار والحكيم. هو المعز والمذل والسميع هو اللطيف الحكم العدل البديع والرافع الودود وهو الخافض والباسط المجيد وهو القابض. وهو الرقيب والمجيب الواسع والباعث القيوم وهو النافع. وهو القوي والمتين والوكيل وهو القوي والمتين والجليل. وهو الولي والعفو والوكيل والواحد المحيي المميت الحي والمتعال البر والغني والأحد الفرد هو المقدم هو الموقر هو المنتقم والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفتاح والتواب. وهو ذو الجلال والإكرام ومالك الملك على الدوام. وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد والقادر المقتدر الوالي الرشيد. وهو الكبير والحفيظ والغفور وهو المقيت والحسيب والشكور والوارث البصير وهو المانع والدار والعظيم وهو الجامع. وهو المغيث الحق والمعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور. وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره. يا سيدي أنا الفقير الفاني وإني العبد الحقير الجاني. أنا اللئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين. أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم. أنا الأكول وأنا البطال وإني النائم والخوال. وإني الحريص ذو التفات وإني السلوك ذو الحاجات. أنا الذي ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني. أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول دهريا. أنا الذي قد عاقني المنام عن أن يرى دهرا لي المقام. أنا الذي قد عاقني الذنب المليم عن المقامات التي كنت أروم. أنا الذي قد عاقني اليوم هوى عن نيل ما كل من أمثال احتوى. أنا الذي قد عاقني قيل وقال عن نيل ما قد ناله أهل الكمال. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الظلوم المكسر الفضول وخاد للردى هوى مقولي. أنا الظلوم المكسر الفضول وقاد للردى الهوى مقولي. أنا الذي غفلت عما أمر ربي به إذ غلب العين الكرى. أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي. أنا الذي آكل في النهار بلا تطوع لوجه الباري. أنا الذي لم أحفظ الجوارح عما نهى الحق فصرت جانحا. أنا الذي لم أجتنم ملاما مفرطا يا حسرة على ما لم لا أتوب الآن زازدجاري طالب غفران من الغفار. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب. أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك.
ولا تواقد عبدك اللئيما بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تهتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقتا واستر عيوبه غدا ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعلوا من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا الدين واجعله ممن من عذاب يامنون ولا يخافون ولا هم يحزنون ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الوراء وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلما على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسامي الحسنى مويك فاب أبدرم للجيج بجل ممد تبعدول قبلول قبلك سرين سانجي مويك فاب أبدرم للجيج بجل ممد تبعدول قبلول قبلك سرين سانجي كدول سرين بي بجل سخت ديك دانا ديك بودك سيان دانا سي أبدير سرين بانجي kii moom ci daaraam la génne Ibra Faati sa ak Ibra Faal ak borom gaawaan su xam yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seerey jëfam yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seerey jëfam yaa ngi dëkkam bi moo mag jumaam mag am ngiram gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu mag baa ngi ngi jéggalu bu baax ci njàng mi sant na Jóob